حاسس ان مش هقول على اي ماتش تاني انه ماتش سهل. بكل بساطة انت دلوقتي برضه بتقع تاني في ماتش سهل انت كنت ممكن عادي تعدي منه بكل سهولة. ممكن عادي تعدي منه وانت مش شايل هم، وانت مش بتلعب 120 دقيقة، وانت مش في اسهل ماتش انت ممكن تلعبه الفترة الجاية. ما اعتقدش خالص انك انت كان عندك اي مشكلة انك تعدي الماتش مش الشوط الاول او التاني بكمية اللعيبة وكمية الامكانيات اللي عندك في الفرقة وعندك على الدكة. ممكن عادي تعدي الماتش بكل سهولة. لو جيت بصيت على قبل الماتش هقول لك والله ماتش بنين ده يكاد يكون اسهل ماتش انت ممكن تلعبه في دوري المجموعات او حتى في ادوار الاقصائيه اللي جايه لك كلها، لان انت في طريقك السنغال، كوت ديفوار او بوركينا فاسو، يعني اي حد فيهم هم خصم صعب قوي، اصعب بكتير من بنين. فانك بنين تعثرت قدامها او وقعت قدامها فلا والله دي مشكله كبيره، ولازم بكل بساطه نصارح نفسنا قد ايه هي مشكله كبيره، قد ايه هي دي مشكله كبيره، قد ايه انت عندك مشاكل وقد ايه انت عندك عيوب مفروض تسامح نفسك بيها عشان العيوب دي ما تتكررش مره واثنين وثلاثه. انت كسبت 3-1 ودي نتيجه على الورق، هي نتيجه ممتازه، نتيجه وانا ما شفتش الماتش هي نتيجه ممتازه جدا. بس والله يعني في الواقع هي مش ممتازه خالص. في الواقع انت هلكت نفسك في ماتش انت مش محتاج انك تهلك نفسك فيه. فهنتكلم عن حاجات كتير، هنتكلم عن حالات حصلت في الماتش، اجوان دخلت، نجيب شويه صور وشويه لقطات موجودين في الماتش وشويه حالات انا مجمعها من الماتش. اشرح انا مجد دي منتهيه، ودي حلقه مصر في المغرب قدام بنين بعد الفوز 3-1. يلا بينا نخش في الحلقه. طيب عندي شويه كلام كده بس بسم الله الرحمن الرحيم كده، ربنا يشفي اي حد اذا كان حمدي ولا اذا كان تريزيجيه. حمدي صليبي والحوار خلص خلاص، مش معانا لحد اخر البطوله، ممكن ما يبقاش معانا لحد كاس العالم. فحمدي هو بقى البطوله وبقى كاس العالم وربنا يشفيه. تريزيجيه ممكن عادي يلحقنا لو احنا كملنا في البطوله قدام شويه، بس الماتش الجاي بنسبه كبيره هو مش معانا. طيب نبدا بقى بجد دلوقتي. بكل بساطه انا وانت شايفين الصوره دي بكل بساطه بتبين قد ايه احنا في عبث والعبث ده لازم يخلص. الصورة دي طلعت امتى؟ الصورة دي طلعت بالظبط بعد فضيحة او بعد عدم توفيق كابتن حلمي طولان في كاس العرب. بكل بساطة كابتن حسام حسن طلع في اول ايامه في المغرب، طلع بالصورة دي نزلها بقى على السوشيال ميديا، الاتحاد المصري نزلها، كل العالم كله نزلها حرفيا، وكانت ترند وكانت افيه حلو. ايه يا معلم والله المحلل الاداء اللي كابتن حسام حسن جابه وقال لك يا معلم والله انا جايب محلل اداء مش زي كابتن حلمي طولان في كاس العالم. انا حرفيا ما شفتش محلل الاداء ده النهارده خالص. حرفيا انا وانت وكلمنا، يعني احنا اكيد اقل بكتير من كابتن حسام حسن وفكره. وقد ايه انت شايف ان لا منتخب بنين عنده شويه مشاكل، اذا كان في عرضيات، اذا كان في ضغط، اذا كان في هجمات مرتده، اذا كان في لعب سريع وبسيط. وبكل بساطه انت وانا عارفين ان هم هيقفلوا على حاجتين، هيقفلوا عندك وهيعملوا تكتل قوي في منطقه الجزاء عندهم، وتاني حاجه هيقفلوا على نجم المنتخب بتاعك هو صلاح. فازاي انت مش محضر؟ تاني حاجه انا ايقنت بكل بساطه ان في اتنين فعلا هم مش فت، هم مش جاهزين ان هم يبداوا اي ماتش، ومش جاهزين ان هم اصلا يجوا افريقيا معانا. بكل بساطه فتوح هو يا معلم اقل بكتير من حمدي. كنا بنقول ليه فتوح ما بيلعبش؟ لا هو فعلا محتاج ان هو ما يلعبش. فتوح فعلا اقل بكتير ومش واقف على رجله. فتوح كامكانيات وككواليتي هو عالي قوي وعلى بكتير من حمدي، وواحد من اعلى او من احسن الباكات اللي جت في مصر دلوقتي. هو موجود في مصر دلوقتي واحسن باك موجود في مصر دلوقتي. بس والله هو يا معلم مش واقف على رجله، راجع من اصابه بقاله فتره كبيره، فعلا محتاج انه يريح، فعلا محتاج ان هو ما يجيش معانا، ما يجيش يا معلم في الحته دي. هو ما يجيش معانا افريقيا، هو مش فت زيه زي امام. اهلي وزمالك عشان ما تقولش اهلي وزمالك، لا هو اهلي وزمالك. امام برضه امام مش فت، امام مش احسن واحد انزله ولا احسن واحد ينزل مع الدكه. فالاتنين والله هم مش فت، هم مش احسن ناس، هم مش احسن ناس اعتمد عليهم ولا انزلهم على الدكه. طب جبتهم ليه من الاول؟ وفتوح لي كارثه لوحده هنتكلم عليها قدام. تالت حاجه مشكلتي في التشكيله، دي نقطه بسيطه والله، نقطه بسيطه جدا. ليه ابراهيم عادل؟ يعني هل انت جاوبت ابراهيم عادل الثلاث ماتشات اللي فاتوا وقلت يا معلم والله ابراهيم عادل هو اللي محتاجه فعلا في الماتش ده؟ انت لعبت بكل بساطه ب 3-5-2 تمام. هل ابراهيم عادل هو اللاعب اللي انا اعتمد عليه واقول لك لا والله اصل ده الكريز؟ اصل انت ما اعتمدتش عليه، انت ما جاوبتوش. ليه بتنزله في وقت دوت وترميه وتحرقه؟ على الناحيه الثانيه انت كنت ممكن تنزل زيزو اللي انت بكل بساطه مديله من اول البطوله، مديله ماتش في اتنين، ممكن تنزله على الدكه يعمل لك حلول. فانت مديله الاوبشن اللي انت معانا في البطوله. ابراهيم عادل الناحيه الثانيه انت ما نزلتوش خالص، فمش مديله الاوبشن اللي انت معانا. انت بالنسبه له لاعب لاعب دكه.
تالت حاجه، انت شايف ان يعني في التحامات بدنيه كتير، في يا معلم والله نوش، في انت محتاج يبقى عندك واحد فت، واحد جته، واحد جسم يلتحم الحاجات دي. انت يا معلم والله منزل لي مصطفى محمد في الدقيقه 119 في اخر دقيقة، بتضيع بيه وقت. انت منزل مصطفى محمد في اخر دقيقه بتضيع بيه وقت. انت عندك مشكله مع مصطفى محمد، ما تضموش، بس انت بتضمه تموته، مش منطقيه. رابع حاجه نخش على الحالات، بس قبل الحالات انا عايز اعرف الانفراد بتاع مرموش. اي لاعب في الدنيا بيضيع انفرادات، واي لاعب في الدنيا بيروح على الجون بيضيع انفرادات، بس ليه بتضحك؟ والله بجد ليه الابتسامه على وشك وانت راجع مضيع انفراد، وانت واخد الكوره من نص الملعب، وانت واخد انفراد انت والجون، ومفيش حد حرفيا الا المدافع واحد بيجري معاك وانت سابقه ومديله ظهرك وخلاص يا معلم، انت جاي انت وشك للجون، ف ضيعتها ما عنديش مشكله. ضيع لاعب وضيع انفراد يا عم، لاعب بيلعب في سيتي في الدوري الانجليزي، ويعني واحد من النجوم اللي المفروض اعتمد عليهم ينقذوني من اقل فرصه قدام بنين، ضيع انفراد عادي. يا عم ماشي ضيعت انفراد، ليه بتضحك؟ ليه راجع منشكح ومبسوط والدنيا حلوه يعني؟ ليه تموتني؟ طيب فاهم؟ ليه اديتني كل حاجه وبعد كده قمت جاي قاتلها خالص بقى ليه؟ طيب نخش على اول حاله. بكل بساطه جينا اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت قد ايه بنين عندها مشكله في العرضيات اللي عليها، عشان هي مشكلتها او الميزه بتاعتها في العرضيات، عندها مشكله برضه في العرضيات. تيجي كده نبص على اول حاله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنا اول حاجه لو جينا بصينا هتلاقي ان صلاح رفع كورنر عادي جدا، وكورنر بسيط ومرفوع نزل بالظبط على حمدي فتحي، ودي حاجه تحسب لصلاح. بص هنا هتلاقي ان في واحد هنا ماسك رامي ربيعه. بص في الصوره التانيه ايه اللي حصل؟ اللاعب ساب رامي ربيعه وبدا يركز في الكوره اللي نزلت على رجل حمدي فتحي، وبرده رامي ربيعه بقى في ظهره، وده خالص ما ينفعش مع المدافع. فبص في الصوره الثالثه رامي ربيعه بقى لوحده، خلاص هو والجون، يعني خلاص هو والجون في منطقه الجزاء في 6 ياردة. فالكوره دي ليه محدش شافها ولعب عليها مره واثنين وثلاثه، مع انها حصلت في ماتش الكونغو وماتش السنغال وماتش بوتسوانا، فليه محدش فكر فيها؟ ده دور هنا مين؟ محلل الاداء. في حاجه بس محلل الاداء هنا ما قالش خالص ان احنا محتاجين نلعب عرضيات، لان العرضيه او العرضيتين اللي انت لعبتهم صح في الماتش هم حرفيا واحده جت جون، واحده جايه جوه السته لرامي ربيعه وضيعها. اخر حاجه وهي الجون. تعال بص بكل بساطه، لو جيت بصيت هنا هتلاقي ان زيزو واحد من احسن اللعيبه في الدوري المصري، واحد من اعلى كواليتي اللعيبه المصريه في الدوري المصري، واحد من احسن اللعيبه اللي موجوده في الدوري المصري اخر 5 6 سنين عادي، واحد من احسن اللعيبه المصريه اللي موجوده وكواليتي عالي قوي في الدوري المصري من ايام الزمالك، ومن اللعيبه الكرييتيف اللي بتروح المنتخب وبتروح الاهلي وبتروح الزمالك عشان هم كرييتيف وكواليتي عالي عن اي لاعب حواليهم. فما اطلب منك بكل بساطه انك تطلع لي كوره من ورا لقدام عشان ده دورك، ما تجيش تعمله غلط. زيزو هنا مع ان صلاح ومرموش كانوا متقدمين وكان عندهم مساحه وكان عندهم هجمه مرتده ان هم يطلعوا بيها، وعادي جدا ان هم يطلعوا بهجمه مرتده، فبكل بساطه قرر انه يلف ويدي ظهره للملعب، وبكل بساطه يرجع للشناوي مع انه عنده خيارين تمرير. اول خيار انه يدي كوره لامام عادي ويبقى برضه وشه للملعب، وامام يروح ويبقى عنده مساحه يجري فيها ويطلع اي حد منهم هما الاثنين. الخيار الثاني انه الناحيه الثانيه يدي الهاني اللي برضه وشه للملعب وفتح له مساحه وهيجري فيها ويبقى وشه للملعب ويطلع حد من هما الاثنين. قرر بكل بساطه يعمل حاجه غبيه قوي ويرجعها للشناوي اللي اوحش واحد بيلعب برجله في الملعب. فبرضه زيزو هنا يستحمل اللي هو دخل فيه الجون ويتحمل اخطائه. فالشناوي قرر يعمله هنا بكل بساطه عنده 3 خيارات تمرير. لا اما بكل بساطه يلعبها الهاني اللي برضه لسه فاتح مساحه ومحدش واخد باله منه، لا اما يلعبها لزيزو اللي خلاص بدا وشه يلف للملعب وبدا يجي في مساحه فاضيه ومحتاج ان حد يلعب له الكوره تاني، لا اما والله بعزم ما فيه وشتت الكوره بقى وخلاص وخلصت. الشناوي عملش اي حاجه من الثلاثه، طلع الكوره خالص وعمل خطا وبقت يعني هجمه علينا واخطا في الجون ويتسبب برضه في الجون. سيبنا خالص بقى من زيزو وسيبنا خالص من الشناوي، تعالى بقى لبونبونايه، تعالى بقى للثلاثي المضحك، تعالى بقى للثلاثي يعني الاستخبى وسط العته اللي حصل. بص في الكوره دي حمدي فتحي بكل بساطه قرر انه يسيب مكانه ويطلع يقابل. فانت في القرار دوت عندك حاجه من الاثنين، يا اما تخش تموت اللاعب وخلاص انت مش هتعدي، او تقطع الكوره. هو هنا ما عملش حاجه من الاثنين خالص، هو عمل حاجه تالته خالص،
هو عمل فينت بسيط فطلع بقى اللعب. فبكل بساطه بقى حمدي فتحي بقى اللعب، هو شايف ان عمرو ربيعه هو برضه بقى اللعب، وياسر ابراهيم الناحيه التانيه هو بيحاول يفتح ملعب من الاول خالص، من اول ما الشناوي كان معاه الكوره، وما استوعبش ان الشناوي عمل حاجه غلط. هو بيحاول يفتح ملعب فساب مكانه خالص وبدا يفتح ملعب عشان هاني يجري، فالشناوي يبقى عنده فرصه اكبر انه عادي يبصيله، عادي يبقى ياسر بيفتح ملعب عشان يتبصاله. طب تعال اقول لك نقطه اكبر، فتوح ساب مكانه وقرر انه يغطي مكان ربيعه، اللي ربيعه رجع، ففتوح وربيعه وحمدي وياسر الثلاثه بقى او الاربعه بقى موجودين في منطقه الجزاء، وسابوا الباك فاضي خالص بقى مش حد معاهم. عشان والله اما تتفاجئ ان في حد او في وينج او في باك جاي من ناحيه فتوح بيستقبل الكوره وبيحاول يرفع، فتلاقي فتوح اصلا استغرب ان في ازاي في بني ادم هنا. ده احنا كنا يعني ناويين نعملها مزرعه، كنا جايبين كلاب بقى وعاملينها مزرعه، فاهم؟ خيل بقى، جايبين اسطبل خيل، هنفتح اسطبل خيل في المساحه اللي سابها فتوح. فبكل بساطه الواد يرفع الكوره تخبط في رجل فتوح، شناوي ما يستحملش الخطأ التاني، عشان الخطأ التاني بكل بساطة هو اتقدم امتى؟ أول ما الكورة اترفعت. فبكل بساطة الجون دخل وانت اتزنقت تاني قدام بنين، اتزنقت تاني ولعبت 120 دقيقة تاني في ماتش سهل. انت كنت عادي ممكن تطلعه بكل سهولة وبكل بساطة، مش محتاج انك يعني تجز، او مش محتاج انك تحرق لعيبتك، مش محتاج انك تسيب لعيبتك، مش محتاج انك تموت لعيبتك 120 دقيقة وانت راجع من 10 ايام، 10 ايام بريك. انا مش فاكر او انا مش فاهم انت كنت بتعمل ايه في ال 10 ايام بريك اللي انت خدتهم. 10 ايام انت لعيبتك كلها مريحه، 10 ايام كنت بتدربهم على ايه؟ فبكل بساطه والله تمام، يعني الماتش خلص، انت يا معلم والله يعني مستني دلوقتي الكسبان من بوركينا كوت ديفوار. ماتشين صعبين، ماتشين مش سهلين، الفرقتين حتى مش يعني فرقتين هيلعبوا عليك، الفرقتين باللي احنا شفناه النهارده دول الفرقتين تقال قوي عليك. فوالله بكل بساطه انت محتاج انك تبقى اندر دوج. انت لعبت قدام جنوب افريقيا، لعبت قدام انجولا وانت اندر دوج، العب وانت اندر دوج، العب بقى وانت اندر دوج، العب وانت الخصم المستضعف، ما تلعبش وانت اللي نازل راكب الجيم. لان لعبت قدام زيمبابوي، لعبت قدام بنين، الاتنين وانت راكب الجيم وكنت اسوأ في الاتنين. فالعب بقى وانت الخصم المستضعف شويه عشان والله نشوف اداء حلو، اداء زي ماتش جنوب افريقيا، اداء زي اي ماتش، زي ماتش نيجيريا. فوالله محتاجين ان احنا نبقى ضعاف شويه، محتاجين ان احنا ما نشوفش نفسنا شويه عشان نعمل اداء حلو ونكمل في البطوله لو كنا عايزين نكمل. بس كده انا زي ماجد دي منتدى، ودي حلقه مصر وبنين 3-1 بعد الفوز العصيب والفوز الصعب على بنين في المغرب ومصر في المغرب. سلام.